السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعة انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. قبل ما اقول الفيديو بتاعي النهاردة، نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. كل شوية اسئلة 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 عن البط بيعض نفسه او بيعض بعضه. ما هو في بط بيعض نفسه ايوه لما يبقى هو عنده مفترس، يعني تلاقيه عمال ينتش في نفسه كده، وبيعض غيره، بيعض البط اللي معاه، او البط مكسح. يا جماعه الامور كلها سهله وبسيطه. انت بتدي فيتامين ولا ما بتديش فيتامين؟ طب نقول بقى، وبشكر كل اللي بيشترك في قناتي وفي صفحتي، ربنا يا رب يبارك في عمركم. عايزه اقول لكم على حاجه. في بعض الناس الا ما رحم ربي بتبدل العلف فجاه، بتغير نوع العلف، بتجيب انواع ارضى او ارخص. وفي بعض الناس لما بتغير العلف او بتقلله جامد ما بتحطش التعويض اللي هو بديل العلف. ليه؟ لان العلف ده فيه نسبة ملوحة عالية. بصي بصي دايسة على البطاية مش مخليها تتحرك. العلف فيه نسبة ملوحة، الملوحة دي بيحتاجها الطير. بما انه بيحتاجها الطير، فلما انت بتيجي تمنعيها فجأة فهو للأسف ملوش بوسيلة الا ان هو ينتش في اللي حواليه. دي حاجة. تاني حاجة، استنى عشان البتاعة دي جت كده غلط. ايوه بالصلاة على حبيبك المصطفى. تاني حاجة، الطير لما ينتش في بعض، زي ما احنا قصينا المنقار كده والناس اعترضت، لا في بعض الاحيان في طيور ليها منقار كده نتاش، يقوم منتش مجرد ما ينتشوا ببعض ويدوقوا لحم بقى دم بعض، تبص تلاقيهم ما يسيبوش بعض خالص. فانا بقول لازم تعزلوا يا جماعه الطيور عن بعضيها. لو ما عزلناش الطيور عن بعضيها هتفضل الطيور تنتش في بعض. ليه؟ لانها شايفه اللون الاحمر. تاني حاجه، لو عندك مرهم مضاد حيوي ادهنيها، ادهني مكان التنتيشه الدم ده، عشان حتى الطير ينسى الشكل فما يهوبش ناحيته تاني. تاني حاجة، حطي فيتامينات عالية يا جماعة. في فيتامين عند البيطري هاتي من عنده، وزائد ان انت لازم تدي تركيبات عندك في البيت عشان برضو تسعفي وما تتكلفيش كتير. طب هتدي ايه يا بنتي يا بطه في البيت؟ انا عندي يا جماعه كررتها كذا مره وفي ناس بتتريق عليا. الحلبه يا جماعه من الحاجات المفيده جدا المغذيه لجميع الطيور. حلبه بالعسل ده مشروب، خلاص كده تمام. ونحط مشروب تاني معلقه ملح على رتل ميه وتشربيهم. وتحطي بقى اساسي في العليقه الصدف مفيد جدا ورافع مناعه وبيقوي العظم ومغذي وبيساعد على بناء عنقود البيض وبيساعد الطيور على انها تبيض لك على طول. حاجات كتيره جدا جدا من بيتنا، رخيصه ومش مكلفه. ده اللي كنت عايزه اقوله لكم النهارده. واعملوا وصفتي وجربوا مش هتخسروا. انا بحط اكل البيت زي ما انتوا شايفين عشان تاكليهم اكل البيت. ما تحطيش علف دلوقتي خالص، ولا شيشه ولا قمح ولا اي حاجه، سيبيه قدامهم. الجوع هيخليه ياكلوه. يبقى انا اديتهم فيتامين، حتى عروق البسله عندي بياكلوها. يبقى انت اديتي فيتامين واديتي مضاد حيوي، لانك حاطه قشر بصل وقشر توم وقشر بطاطس والحاجات دي كلها، القشور دي كلها الخضرة فيها فيتامينات عالية جدا. اعملوا وصفتي ومش هتخسروا حاجة. بعد ما يخلصوا البواقي اللي عندك دي كلها، حتى عروق البصل الاخضر، بعد ما تخلصي كل الحاجات دي وخلصوها، خلصي ان الجوع هيقرصهم فيخلوهم ياكلوا. قومي بعد كده ادخلي لهم بقى الدخله، قمح، دشيشه، رده، علف، زي ما انت عايزه. انا بقولكيش حاجه، بس انا بركز ان لازم تحطي في الوصفه بتاعتي الصدف باستمرار، معلقتين كبار كده على العليقه. فاتح شهيه، مغذي، بيساعد على الهضم، منشط لعظم الطير، يخلي الطير معاكي لما يكبر يشيل لحم. بصي اعملي وصفتي ومش هتخسري، وتابعيني فيديوهاتي، واسيبكم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.